قال الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. انظروا على أمنية: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لو كانوا أطاعوا الله لما قلبت وجوههم في نار جهنم والعياذ بالله. ونحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا في فرصة. ما العائق عباد الله؟ ما العائق الذي يعيقنا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لنبادر عباد الله، لنبادر إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله. وهذه هي دعوة أهل السنة. لا يريدون من الناس مالا ولا جاها ولا سلطانا، ولا يسألون الناس أموالهم، ولا يسألون أي شيء من حطام الدنيا. إنما يريدون الناس أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. هذا الذي عليه دعوة أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه دعوة السلف الصالح من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. يريدون الناس أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. لا نريد غير هذا، لا نريد أموال ولا نريد جاه ولا نريد سلطان. لا ندعو الناس إلى مذهبية ولا إلى حزبية ولا إلى ديمقراطية ولا إلى غير ذلك من التفرق والتشرذم، وإنما ندعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله لكي ينجوا من النار. فإننا نريد أن ننجو من النار ونريد الناس أن ينجوا من هذه النار. نعم عباد الله، يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.